اهلا بيكم في عالم ياسمين. والنهارده بقى يا جماعه جايه اجرب معاكم البسارية. قلت اما الحق بقى، موسم البسارية قصير وكده، فقلت اما الحق. انا جربتها قبل كده مقليه وكانت خطيره خطيره. هي عيبها الوحيد ان هي بتشرب زيت كتير وهي بتتقلي، بس بصراحه تستحق، يعني تستاهل. فانا ما كنتش بقى جربت البسارية المخللة، فقلت بقى يلا نجربها ونشوف بقى النتيجة مرضية ولا خصوصا بقى ان انا برضو ماليش طولة بال ان انا اكل الحاجات الصغنططة ديت. قلت يلا نجرب، الناس كلها عمالة تعملها، فاديني بقى جبت البسارية معاكو وقلت اجرب. الموضوع هيبقى مرضي وهي مخللة، وهي مخللة اجمل وهي مقلية اجمل. وخليني بقى اجرب معاكم. بس انا بصراحة انبهرت من طعمها، دي حقيقة. انا اصلا بحب الفسيخ والملوحة، وكلنا يعني 90% من الشعب المصري بيحبوا الفسيخ والملوحة. بس هي طبعا كلحم مختلف، يعني غير انها صغيرة فاكيد الطعم مختلف. طبعا انا بشيل الراس بتنزل بالامعاء بتاعه البسريايه. هي اصلا مفيهاش يعني حاجات بسيطه خالص. ففي بقى ناس بتاكلها بتشيل الراس وبتاكلها كده، لكن انا مش بعرف يعني. برضو الشوكة ساعات بتبقى قاسية فيها، خصوصا لو البسرياية كبيرة شوية كمان عن الحجم ده. لكن بقى هي بصراحة تستاهل التجربة يا جماعة. بس انا بقى جاي اقول لكم ان البسارية يعني هي بقى فعلا مش للاكل، يعني هي مش بتشبع، مش او مش عارفة، ده رأيي الشخصي يعني. انا بحب اكلها جنب طعمية وبطاطس. لو انا بقى يعني هي الاكلة دي عايزة حاجة زي كده. لكن هي تحسوها كده عايزة ازازة، كأن احنا بنقزقز لب حرفيا يعني. بس كطعم طبعا ما يتشبعش منها. خصوصا بقى انا هقول لكم على طريقة التخليل اللي انا اتفرجت على كتير عملوها، فقلت بقى هنا كنت باكل بطاطس اهو. او عامة في الطبيعي يعني لما بناكل فسيخ او الرنجة بنحب البطاطس جنبها. ادي بقى البسارية اللي انا خللتها، وده الحجم بقى اللي انا لقيته في السوق. في ناس كانت جايبة بسارية اكبر من كده، بس اكيد بقى جابتها في اول الموسم. لكن انا بقى كان حظي بقى وكده، ضربت في دماغي ان انا اخللها، فلقيت الحجم ده قدامي. بس انا فعلا كنت بشوفها اكبر من كده. ودي يعتبر وش الصندوق يعني عند بتاع السمك. ما كانش يعني ما كانش بيشطب او بيفنش وكده، وانا جبت البواقي لا، كان الصندوق كله بالحجم ده يعني. المهم، او الطاولة يعني زي ما بيقولوا عليها. مش عارفة يعني. المهم فادي البسارية، لونها الفضي المتلألئ ده مش ممكن يعني. فطبعا انا هنا كنت غسلها كويس قوي وحطيتها كده تتصفى ميتها تماما، عشان خاطر ان انا املحها بقى وكده. طبعا عشان اقدر احافظ عليها من غير لا ريحة. وده بقى اللي انا بصراحة اتفاجئت بيه، ان البسارية لما بتتخلل فعلا يا جماعة والله لا ليها ريحة ولا بتعمل ريحة زي السردين. يعني الواحد في الطبيعي لما بيخلل كيلو سردين في البيت بيبقى عامل ريحة بقى، يعني مش قادرة اقول لكم. يعني هو حتى يفضل يعني ان هي تدفس كده في اي مكان. عشان خاطر الريحة، لان دي ما بينفعش معاها حاجة خالص. لكن البسارية طبعا عشان صغيرة وما فيهاش امعاء بقى والكلام ده، ففعلا ما كانش فيها ريحة خالص، دي حقيقة. وبرضو يمكن من الخطوات بقى اللي انا مشيت عليها هي اللي نجحت لي الموضوع. انا هنا عندي كيلو البسارية، حطيت لها معلقة كبيرة كده ملح ومعلقة كبيرة شطة ومعلقة كده مليانة صغيرة كركم. تمام. وانا قلت هجرب في كمية صغيرة، وقلت هخلي الكمية التانية اللي انتوا شفتوها ديت للقلية. المهم فانا طبعا احنا بقى هنقلبها كويس قوي
في الخلطة اللي احنا عملناها دي. طبعا احنا كلنا جربنا البسارية المخللة، بس والله يا جماعة أنا لحد دلوقتي انا ما كنتش جربتها مخللة، حتى دقتها مرة عند الفسخاني وانا كان يعني بيقولي جربيها وهتعجبك كده، فما دخلتش دماغي خالص. فمن كتر ما انا بشوفها على اليوتيوب فقلت بقى واي نوت يعني نجربها وكده ونشوف اخبار البسارية المخللة دي ايه. فحقيقي يعني الموضوع لما بيتعمل في البيت اجمل طبعا من بره بكتير. المهم انا هنا بقى قلبت البسارية كويس في الخلطة اللي انا قلتلكوا عليها. الفلفل الاحمر اللي انتوا شايفينه ده بجد بيفرق قوي في الموضوع، وعلى فكرة بياخد من طعم البسارية، فبيبقى طالع فعلا خطير، بيتاكل كمان. يعني بيبقى قريب كده من طعم الفلفل المخلل، بس طبعا بقى بيبقى شارب من طعم البسارية. بصوا بقى، انا سمعت ان البسارية بتقعد حوالي 3 ايام، وفي اللي قالوا اسبوع. طبعا انا هفاجئكم بقى. انا مش عارفه انا عملتها ازاي، بس والله زي ما بقول لكم كده. احنا لما كنا بنخلل البسارية، يعني والدتي ربنا يديها الصحة لما كانت بتخلل السردين، فكان السردين قبل ما بتعدي عليه المدة كنت انا واختي نقعد ناكل منه كده. يعني من كتر من تفاصيلنا، يعني ان احنا ما بنقدرش نستنى على الحاجة اللي بتتملح. فالمهم يعني، هو انا مش عارفه كنت بقول لكم موضوع السردين ليه، بس ما علينا. يعني المهم، ف انا بقى هنا حطيت شرايح الليمون، هيفرق بقى في الطعم وهيحافظ برضو على السردين. موضوع السردين عشان دماغي راحت مني، حطيت شويه زيت. احنا في الطبيعة لما كنا بنخلل السردين مش البسارية، احنا ما كناش متعودين نخلل البسارية، فالسردين قبل وقته والله طبعا كان برضو بياخد وقت، كنت انا واختي نقعد ناكل في السردين كده. فالمهم يعني البسارية ديت انا برضو لقيت نفسي ان انا زي ما كنت زمان ما متعودة انا واختي، حطيت البسارية هما يومين بالظبط على الرخامة. طبعا انتوا شايفين بقى الطريقة معايا، انا حطيت الزيت والملح والشطة والكركم وشرايح الليمون والفلفل. ما صبرتش بقى يا جماعة على البسارية زي ما قلتلكوا، قلت افتح عليها. وطبعا انا اتصدمت ان انا بعد يومين بالظبط، انا قلت اجرب واحدة وواحدة، بقت تجر واحدة، بقت تجر 10. مسكت البرطمان كأني بقزقز لب حرفيا، والله العظيم من جميله. فقلت بس الشوية اللي انا كنت شايلهم اصلا علشان ان انا هحمرهم، قلت لا ده انا هعملهم مخلل، لان فعلا الموضوع يستاهل. لا بجد، بس انا اتعاملت بقى يعني معاملة مش لطيفة خالص مع البسارية. انا اتعاملت معاها كاني بقزقز لب سوري حرفيا. طبعا انتوا عارفين ايه، لو انتوا جبتوا لب سوري ربع كيلو، نص كيلو whatever، يعني زي ما انتوا تحبوا، وكأنكوا داخلين مسابقة فبتقعدوا تخلصوا اللب ده في ساعتها. احنا عندنا هنا كده يا جماعة. فانا نزلت على برطمان البسارية، حتتك بتتك، مش قادرة اقول لكم يعني من جمالها، زي كأني بالظبط باكل اللب السوري. لكن هتقولي بقى اكلتها بعيش والكلام ده، لا انا مش هضحك عليكم يعني. تسموها تفاصة، تسموها سموها زي ما تسموها يعني. بس انا عجبتني فكرة البسارية جدا المخللة، بس مش للاكل يعني. انا حبيتها كده ازازها زي اللب زي الفشار يعني. سموها بقى زي ما تسموها، لكن فعلا هي كانت خطيرة. ملح كان فيها مظبوط جدا، مش عاملة ريحة. هما يومين حرفيا، بس انتوا يعني للأمان برضو اعملوها وحطوها 3 ايام. هي بعد ال3 ايام كويس جدا. ممكن برضو يكون حجم البسارية هو اللي فرق برضو في وقت التخليل، يعني ما احتاجتش مدة اطول. فانا بجد والله بعد يومين كلتها، يومين بالظبط. عايزه اقول لكم ان انا واحده بقت تجر واحده، ما بقتش قادره
اسيبها من جمالها. فبجد والله الموضوع يستحق التجربة. وطبعا مالية السوق ورخيصة وحلوة بقى زي ما تحبوا. للأزازة تحطوها كده جنب شوية بطاطس وطعمية واديها. ويلا بقى جربوا الوصفة قبل رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وقولولي ايه رأيكم فيها في الكومنتات. باي باي.